بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام. أنا مصورتش معاكم بقالي فترة، حبيت أجرب معاكم كده حاجة جديدة بالنسبة لي أنا هنعمل النهاردة كشري مصري. قلت أريح شوية من الطبيخ والسمك واللحمة والحاجات دي، فقلت بقى الكشري المصري حاجة حلوة يعني. عملت عندي هنا المية بتاعت المكرونة بتغلي، وهنا ورا جبت ربع كيلو اسمه حمص. نقعته من بالليل في ميه وغسلته الاول، طبعا لازم يتنقع ويتغسل كويس، وولعت عليه. هو بياخد ميه كتيره يعني، كل ما الميه دي بتنقص شويه بيبقى معايا ميه مغليه بفضيه عليه. وحطيت عليه شطه، وجبت طماطمية صغيرة كده قسمتها نصين وحطيتها في المية، وكل ما المية بتنقص قلت بزودها. هنا بقى جبت المكرونة هنا صغيرة، مكرونة صغيرة، حبات صغيرة. ومعايا هنا شعرية، ومعايا كيسين مكرونة سباكيتي. انا ما وهعمل مش هعمل رز بقى عشان احنا اصلا مش بنحب الرز. ماشي. وادي البصل، وادي العدس الجبة بيستوي زي الرز. مش عارفه واضح ولا لا. كده بص اهو، هو بيستوي زي الرز بالظبط. حطيله شويه ملح وشويه زيت ويستوي. اول ما يتشرب هنحط طبعا الشياطه لحد ما يتشرب كده وياخد الصوص بتاعه. طبعا عندي طماطم متسبكه، احنا عارفين ان الكشري بياخد طماطم كتير. سبكت طماطم عادي خالص وسبتها وركنتها على جنب. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه فيها. دلوقتي بقى الميه بتاعت المكرونه غلت، هبدا احط المكرونه في الميه، احط عليها شويه ملح وشويه زيت عشان ما تلزقش في الحله. وبعد ما تتسلق هصفيها من الميه والفها بشويه زيت عشان يعني هقدح شويه زيت على جنب، والفها والف المكرونه بالزيت عشان ما تمسكش وتكلكع في بعضها. وطبعا معانا البصل هنا، الكشري بيحتاج بصل كتير طبعا. حضرت بصل كتير عشان احمره. يلا بينا. كده بقى المكرونه استوت خلاص، وعطيت لها شطفه كده. انا صفيت الماء اللي فيها، عطيت لها شطفه. وبعد كده قدحت معلقتين زيت ونزلت بيهم عليها عشان ما تكلكعش، وقلبتها في بعضها. وكده الحمص استوى اهو. طبعا لما تبقي نقعه من بالليل مثلا، من قبلها بفتره، ما بياخدش سوا غير لما تكوني مثلا ما نقعتوش. تمام كده. هبدا بقى اقطع في البصل الجوليان عشان احمره، وعشان يبقى يطلع مقرمش معاكي. بعد ما تقطعيه جوليان هترشي عليه رشه ملح ورشه خل ورشه نشا. تمام. وتقلبيه في بعضه كده زي ما تكوني بتقلبي البطاطس، وبعد كده تقدحي الزيت وتحمري. وكده طبق الكشري بتاعنا جاهز اهو. المكرونه حطها تحت، والطماطم بقى بتاعت الكشري عملتها، سبكتها عادي. وبعد كده حطيت ملح وفلفل وشطه وكمون و4 فصوص توم تقريبا، هرستهم كده. وزودت شطه كتير بقى وخل. بعد كده ضفت عليه الطماطم المتسبكه وقلبتها وحطيتها فوقيها. ايه رايكم بقى؟ اظن مفيش احلى من كده. يلا عايزين تشجيع بقى في الكومنتات. باي باي.